اولا يا جماعه احنا جايين النهارده انا والنائب علاء، يعني في بدايه الكلام انا هوضح لكم حاجه. انا والنائب علاء اتحالفنا في الاول في الانتخابات ومشينا على التحالف ده واخدنا عهد على نفسنا ان احنا الاثنين واحد في مصالح الدوله. ان احنا الاثنين واحد في مصالح الدوله. وربنا يعيننا ونكون عند حسن ظن الناس. يا جماعه احنا دلوقتي بقى لنا 4 شهور. احنا مطلوب مننا حاجات كتير وعارفين مشاكل الدايره وعارفين مشاكل ام النار كامله. مشاكل احنا نزلنا ام النار مرتين انا والنائب علاء. اي مشكله والمشكله اللي في ام النار هي اللي عندي في ابو غالب، هي اللي في بني سلامه، هي المنطقه كلها مشاكلها واحده. صرف صحي، تعليم، القمامه، الوحدات المحليه مش شغاله. احنا عارفين المشاكل دي كلها وربنا يعيننا وبيكم. يعني انتم من الوقت يا جماعه انا هوجه كمان رساله للشباب. الشباب انا عارف وضع المنطقه بالنسبه للبطاله عامل ايه. يعني انت الاستاذ اتكلم يمكن في الصرف والتعليم، لا احنا عندنا الشباب نسبه البطاله اللي انا بشوف الايام اللي احنا فيها دي عاليه جدا. ماشي بس لازم تسعى ازاي؟ انا هاخد مقياس الناس اللي نزلت من سوريا البلد اللي اتدمرت دي. الناس دي اللي نزلت مصر عملت ايه؟ الناس دي عملت مشاريع واشتغلت. الناس دي جايه من بلد تانية مش من قلب مصر اللي هي بلدك وتقدر تتحرك وتقدر تدور. اللي بيسعى ورا حاجه وعاوز لا يسقط حق وراءه مطالب. لا يسقط حق وراءه مطالب. فانتوا لازم تتحركوا. ما تجيش في مسابقات بتفتح لازم نروح قدم في مسابقه وتعالى. انا مش شكر ولا حاجه، احنا عمرنا مش هنتاخر عن حد ان شاء الله. واحنا عارفين يعني احنا لولاكم احنا ما كناش هنوصلوا للكرسي ده. انت يمكن عندكم امل ان احنا نعمله حاجه وربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظن الناس. فمشاكل الدايره كلها اقسم لكم بالله احنا حاسين بيه واتكلمنا فيها كتير. يعني اخر مجلس تنفيذي في محافظه الجيزه والله اشد. يعني الكلام ده انا جاي له قدام المحافظ والنائب علاء نفس برضه. يعني الكلام اللي انا اتكلمت فيه النائب علاء نفس الوضع اشد فقرا ومضنار. لان احنا عارفين فعلا ان البلد حرام يبقى صرف صحي هنا وصرف صحي هنا وانا اللي في النص والصرف معدي عليا وما عنديش صرف. انا عارف المشاكل بتاعتكم بس انتوا احنا معاكم ان شاء الله في اي حاجه في الحج ان شاء الله. ومش هنسيبه، احنا بنوعدهم مش هنسيب الموضوع ده الا لما نخلصوه. ومش ده بس يا جماعه، يعني احنا كنواب متحدد لنا مواعيد مع الوزراء 36 وزير بنجيب لهم مرتين في الشهر. كلامات ما تقولش التعليم والصرف بس، لا اي مشكله نقدروا نتحركوا فيها هي دي بقت وظيفتنا. انا والنائب علاء والله فرغنا نفسنا لخدمتكم. يعني انا مفرغ نفسي الحمد لله. يمكن عندي ولد انا بتكلم معاكم انا زيكم. مش عاوز تحس، انا عاوز اي واحد يحس ان هو احمد فاروق. تعالى جرب اطلع معايا، تعالى قول لي انا عندي مشكله كده هنطلعوا معاك. فاحنا متحدين انا والنائب علاء نادي ودي رساله انا بوصلها لكم. فاي خدمه عامه في المنطقه او خاصه كمان اللي بنقدروا عليه ما بنتاخروش. وربنا يقدرنا ونكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله. يمكن الفتره اللي فاتت برضه لازم اوضحها. انا قلت لحضراتكم احنا بقالنا 4 شهور. 4 شهور يا جماعه ما تنسوش احنا كان عندنا 342 قانون لازم في 15 يوم تدوم بالموافقه او بالرفض. خلصنا القوانين. كان عندنا لائحه داخليه اللي هي بتاعت مجلس النواب. المجلس عشان يشتغل لازم ينتهي من اللائحه الداخليه. فالامور دي كلها خدت الوقت. يمكن احنا قصرنا معاكم ان احنا بقالنا 4 شهور مره او 2 بس. لكن الفتره اللي جايه شكلوا لجنه زي الاستاذ ما بيقولوا مش لينا بس، احنا الدايره كلها شغلونا. احنا عاوزين نشتغل ونعملوا حاجه. احنا عاوزين نغيروا النظام القديم يا جماعه. احنا عاوزين نوصله لاي حد تعالى شوف معنا بنعمله اللي علينا. ما هو لازم انا لسه جاي لك كلمه لا يسقط حقه وراءه مطالب. طالب مره واثنين وثلاثه لغايه حقك ما يجي لك. فربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله ونعملوا حاجه في دايره منشات القناه كلها ان شاء الله.